سؤالي للأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية. يمكن في ناس كتير تخاف إنها تسأل السؤال ده، ويمكن شيوخ كتير ما تحبش ترد عليه، بس هو لازم يتقال. هو ليه ما بنبحثش بجد إن ممكن تبقى الضرايب جزء من زكاة المال؟ طب أنا ليه بسأل السؤال ده؟ إحنا النهاردة دلوقتي عندنا الضرايب، والضرايب بتدور حوالين رأس المال، والزكاة على رأس المال. الضرايب بتحاسب بعد سنة مالية، والزكاة بعد حول، يعني بعد سنة. الزكاة للفقراء والمساكين والمستحقين وباقي مصارف الزكاة، والدولة بتستخدم الضرايب في خدمات تعليم، صحة، دعم، يعني بتوصل للمستحقين. طب هو ينفع الاتنين يندمجوا ولا مستحيل شرعا؟ أنا هنا مش بفتي ولا في مكاني إن أنا أفتي في حاجة زي كده، أنا بوجه سؤالي للأزهر ومجمع البحوث الإسلامية. لكن السؤال لازم يبقى عارفين فيه إن ممكن يكون فيه اجتهاد معاصر يراعي الواقع الاقتصادي الجديد اللي إحنا عايشينه، ولا هنفضل نفصل ما بين الدين والنظام المالي اللي بيخدم نفس الفئات؟ السؤال مش بسيط ومش أبيض ولا أسود ومش سهل وما ينفعش نسيبه وما نردش عليه، لكن لازم يتناقش. ورسالتي هنا للأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية: فتح باب البحث في المسألة دي مش تغيير للدين، ده فهم للواقع. يمكن نلاقي حل يحقق العدالة ويرفع الحرج عن ناس كتير. ديننا دين يسر، والاقتصاد محتاج فقه واعي.